بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الحمد لله الذي خص هذا الأمة بما أراد وفضلها على الأمم تفضيلا وهيأ لها من أسباب السعادة ما لم يجعل لغيرها إليه سبيلا وآتاها من فواضل العبادة ما اختارت به أجرا جزيلا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه ذروة الشرف الذي لم يخلق له مثيلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخديمه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن أيام شهر رمضان الكريم ولياليه المباركة تمر علينا سريعة فاغتنموا خيره واغتنموا بقيته واجتهدوا في أنواع البر والطاعة واعلموا وفقكم الله أن تنوع العبادات منة من الله وفضل منه، فهو سبحانه جعل لكل عمل من الأعمال المحبوبة له جزاء ولذة لا يشبه لذة الآخر. ألا وإن من أعظم العبادات في هذا الشهر المحافظة على الصلوات الخمس وإحياء الليالي بالنوافل والتراويح. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واجتهدوا على هذه الصلوات وأدوها في المساجد مع الجماعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. ومن الأعمال الجليلة في هذا الشهر المبارك إخلاص الصوم لله تعالى، فإن جزاء الصوم لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد قال العلماء: ما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم. والصائمون يدخلون الجنة من باب الريان. ومن تلكم الأعمال الفاضلة الإنفاق والصدقة اللتان قال فيهما شيخنا العبد الخديم رضي الله عنه: أما التصدق مع الإنفاق فجمع الخيرات باتفاق. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة وموعود بالمغفرة والرضوان. قال الله تعالى: الذين ينفقون في أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمتصدق تتيسر أعماله. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الناس صدقة ولا يستكثر شيئا أعطاه ولا يرد سائلا. ورمضان إخوة الإيمان شهر القرآن، فاجتهدوا في تلاوته وفي ذلك أجر عظيم، فإن منزلة العبد يوم القيامة عند آخر آية يرتلها في الدنيا. والقرآن هدى ونور وشفاء. قال شيخنا رضي الله عنه: فمن أراد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه. وهكذا عباد الله، فرمضان موسم للخيرات ومحل لإجابة الدعوات، فلا تفرطوا فيه ولا تضيعوه بالنوم واللهب، بل أحيوا لياليه المباركة وخصوصا العشر الأواخر منه، فإنها من أفضل أيامه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله. فاقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام لعلكم تفوزون بالنفحات المباركة من هذا الشهر الكريم. وفقني الله وإياكم ما وفق عباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الذي خص رمضان بالعفو والغفران
وجعله طريقة سهلة لمن أراد إليه الوصول. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه خير نبي وأجل رسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الحائسين السؤدد بكماله الحائسين السؤدد بكماله الذين كملت منهم العقول. أما بعد، فيا أيها الناس اذكروا الله على نعمه الجسيلة فيكم فإنها من شكره تزداد، كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من أعظم النعم وأجلها أن وفقنا الله لطاعته في شهره الفاضل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وها قد أذلكم أوسطه الذي كله مغفرة، فجددوا عباد الله إيمانكم وتقربوا إلى خالقكم بالتوبة والاستغفار، والزموا التقوى التي هي الغاية القصوى والحكمة الأسمى من الصيام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحقيقة التقوى كما عرفها شيخ الخديم رضي الله عنه هي الوقوف عند الأمر والنهي بأن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. واعلموا وفقكم الله أن رمضان شهر الصبر وشهر المواساة وشهر يساد فيه رزق المؤمن فيه، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا يثمه بعدها أبدا. وقد كان شهرا يجتهد فيه المسلمون ما لا يجتهدون في غيره، وقد سجل التاريخ الإسلامي لنا حوادث خالدة كلها تحققت في هذا الشهر المبارك. ففيه كان غزوة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، فانتصر فيها الإسلام نصرا عزيزا نوه الله به، إذ قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي رمضان كان فتح مكة العظيم الذي كان فتحا مبينا، كما قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وخيرهما من الأحداث الجسيمة التي لا زالت تاجا على رأس الإسلام. واجتهدوا في اغتنام خيراتها الشهر الكريم، وتقربوا بالفرائض والنوافل إلى ربكم العظيم، وأكثروا من الصلاة على نبيكم الأمين، كما أمركم ربكم في كتابه المبين، إذ قال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المجتبى والرسول المقتفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين وأهلك الظالمين، وانصر المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.